اللاعبين إلى أرضية الميدان. نشاهد إياكم ونستمتع بهذه الصور الجميلة وبهذه يعني اللوحات الرالك شكال عفاري حاجي مداحي أسامة دراجي شمس الدين بن صبيح محمد الأمين بليلي أمير وعبد القادر قيبوها، بينما في احتياط الاتحاد يحيى بالحر وكذلك مدور صابر الحارس الثاني. اللاعبون يدخلون إذن إلى أرضية الميدان في مواجهة أخرى متجددة بين الفريقين، هي الثانية بينهما في منافسة كأس الجزائر. طبعا التقى الفريقان 4 مرات في البطولة ومرتين في بطولة القسم الثاني. الفوز والانتصار كان بالتناوب وبالتعادل تقريبا والتكافؤ في الانتصارات. أحمد بوتغماس طبعا بمساعدة محمد سكفالي. التيفو الجميل الذي يصنعه ويهندسه الهوليغانز أنصار الاتحاد الرياضي لمدينة عنابة، يبدو في الصورة جمالية رائعة وجمالية كبيرة يصنعها أنصار الفريقين من على مدرجات ملعب 19 ماي 56 بمدينة عنابة. كما قلت الملعب الذي تعودنا من خلاله على الحضور الجماهيري سواء مع المنتخب الوطني أو كذلك في مختلف المنافسات القارية والمحلية ضمن الجولة العشرين من أجل لاعبي هذه المباراة في كأس الجزائر. ستكون هناك طبعا دقيقة صمت ترحما على فقيدي الكرة الجزائرية، الرئيس السابق لأهلي برج باريج بودا وكذلك اللاعب الدولي السابق الحبيب بن ميمون لاعب مولودية وهران. هكذا إذن دقيقة صمت ترحما على فقيدي الكرة الجزائرية اللذين توفيا صباح اليوم، اللاعب السابق طبعا الدولي واللاعب السابق لمولودية وهران الحبيب بن ميمون وكذلك الرئيس التاريخي لنادي أهلي برج باريج طبعا السيد صالح بودا، رحم الله الفقيدين وأسكنهما فسيح جنانه والهم ذويهما وكل الأسرة الرياضية جميل الصبري والسلوان. هذه الصور هنا بملعب 19 ماي بمدينة عنابة ببونة الجميلة الساحرة في سهرة رمضانية كروية نتمناها أن تكون في مستوى تاريخ الفريقين وتطلعات الجماهير الحاضرين بقوة هنا بملعب 19 ماي بعنابة. أكثر من 45,000 مناصر أو ربما يصل العدد إلى 50,000. التسديدة الأخيرة طبعا خالدي، صور جميلة جدا أمام أنظار المدرب عبد القادر عمراني المدرب المخضرم صاحب 5 ألقاب في كأس الجزائر، طبعا الأخصائي رقم 1 في الجزائر. في المقابل من هنا بنذير الكناوي ابن بونا كذلك أمام أهازيج وصيحات واستعراضات الهوليغانز كما يسمون أنفسهم منذ سنوات طويلة. في سهرة أو من صباح زكريا هو سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لزياد. صور جميلة نفضل أن نترككم بين الفينة والأخرى تستمتعون بها طبعا مع الفرقة التقنية بقيادة المخرج سمير جنز. صور ولا أروع. والمساندة من الجهة المقابلة من صباح. تشتعل مدرجات ملعب 19 ماي بعنابة. نفذ صبر الأنصار ويريدون أن يعطوا دفعا معنويا وجرعة معنوية للاعبين فوق أرضية الميدان. يقولون لهم نحن حاضرين بقوة وما عليكم إلا أن تكونوا في مستوى هذا الحضور وأن يعني تردوا الجميل في هذه المساندة الكبيرة من على مدرجات ملعب 19 ماي بمدينة عنابة. صور جميلة جدا إذا لم تتحول هذه الألعاب النارية إلى أرضية الميدان مثل ما حصل
في هدف المباراة الأول من جانب أنصار النادي الرياضي القسنطيني. صور جميلة جدا، احتفالية رائعة رغم التأخر في النتيجة. طبعا الاتحاد العنابي خرج إلى الوجود سنة 83 فقط، يعني رغم حداثة عهده مقارنة بالنادي القسنطيني، مقارنة بالأندية العريقة في البطولة، إلا أنه فريق له وزنه وله قيمته في الكأس كما في البطولة، رغم أنه لم يتوج، ولكن دائما ما كان منافسا عنيدا ورقما فاعلا. بلغ نصف النهائي الكأس 3 مرات، بلغ في 3 مناسبات نهائي أو نصف نهائي كأس الجزائر، طبعا سنوات أو مواسم 97 98 ثم 2004 2005 وكذلك في 2009 أو في 2008 2009. نال المركز الرابع في البطولة مرتين اثنتين، 86 87 و98 99. يعني فريق كان في كل مرة قريب من التتويج، من الصعود على منصة التتويج. هنا الكرة ما يفوق ال 45 ألف مناصر من الطرفين من دون خطأ وبدقة عالية. شوف الصور الجميلة يا سمير يا جنس، شوف الصور الرائعة فوق المدرجات من هناك في الجهة المقابلة. يا سلام يا سلام على أنصار عنابة، يا سلام التسديدة، ولكن الدقة تغيب والصرامة كذلك. صور جميلة جدا بملعب 19 ماي بعنابة بمدينة بونا الجميلة الساحرة. الكل يشعل أضواء الهواتف طريقة مميزة. الملعب الثاني من حيث السعة والكبر والجمالية بعد ملعب 5 جويلية الأولمبي، طبعا يتسع لحوالي 70 ألف متفرج أو ما يقارب 70 ألف متفرج. كرة في الوسط بواسطة كوسيل أبو عزيز، تمشي لسياب، سياب من هناك محاولة للانطلاق، ينتظر المساندة، ينتظر ويحصل على المساندة من زيادي. العودة إلى الخلف، سياب دائما، يوسف عود إلى الخلف. التبادلات القصيرة صارت حلا، ويبدو أن الروح المعنوية بدأت تعود لعناصر اتحاد عنابة، ولكن في انتظار الفعالية وفي انتظار الاندفاع. يا سلام على هذه الصور واللوحات الفنية الجميلة التي يصنعها أنصار الاتحاد العنابي. فريق يستحق مكانة بين كبار الرابطة المحترفة ويستحق عودة قوية إلى قسم النخبة. الهدف الثاني هو تعقيد مهمة ومأمورية الاتحاد العنابي في هذه المباراة، وضعية لا يحسد عليها. فريق اتحاد عنابة الذي لا يوجد في أفضل أحواله في منافسة كأس الجزائر وفي منافسة البطولة عفوا. النتيجة تتغير هنا وتتغير هناك بالعاصمة. شباب بلوزداد متفوق بهدفين، ونصر حسين داي يعادل النتيجة مع ترجي مستغانم. كما ذكرت قبل قليل آخر مباراة في منافسة الكأس وهي الوحيدة لعبت في ديسمبر 2012 كانت للنادي الرياضي القسنطيني.